بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله احنا مرحناش السوق من زمان، فاحنا هنروح بقى عشان ما عندناش حاجة. هنروح بقى نشوف هنلاقي ايه في السوق نجيبه. خليكم معانا فنروح نصور لكم كده من اول ما طلعنا من البيت. الأراضي احنا معديين عليها اهو. دلوقتي بقى في غلة، في برسيم، في بسلة، في فول، دي المحاصيل الشتوية، وده أراضي بس ايه لسه كملنا الصبح. الندى والحاجات اللي نزل عليها فمش ظاهر الزرع من بعضه، بس هو ده الخضار اللي احنا معديين عليه. انا قلت اوريكم الطبيعة كده على الصبح، مفيش أحسن من الطبيعة. صباح الرزق عليكم. يا رب تكون الصورة ظاهرة. وده أراضي خالية، هي كانت بسلة وأصحابها بقى فضيت عشان هيعملوها غلة. وده لسه برضه معمولة جديدة هي. ربنا يصلح حال الناس كلها يا رب. خليكم معانا بقى، احنا داخلين على السوق. يا حلاوة وده البرتقال والسفندي والكوسة والحاجات دي. ده بقى يا حبايبي احنا ايه، احنا بقى نازلين اهو، دخلنا السوق اهو. والبطاطس اللي عليها ب5 جنيه هي. كده حبايب قلبي ايه، احنا روحنا البيت وجينا هو الحمد لله. ما كملتلكوش تصوير في السوق من الزحمه ومن الاسعار نار نار. انا جبت دي كرومبايه اهو، بسم الله ما شاء الله. الكرومبايه دي ب 8 جنيه. حاجه رافعه في السوق قوي والحاجه غاليه. وجبت صابون سائل عشان ان شاء الله نعمل صابون سائل. دي مش سايب، دي صابون سائل مش سايب يا جماعه. دي صابون سائل عشان ان شاء الله. جبت ايه ريتلين كده ايه من الراجل اللي بيبيع صابون سائل في السوق السايب. عشان ايه نعمل صابون، كمية صابون سايب لا بأس به. ودي جبت ايه سفندي اهو، ده ب8 جنيه برضو. حاجة غالية، مفيش حاجة رخيصة في السوق. وده بصل اخضر عشان احنا جايبين بسارية في السوق. جبت بسارية لقيتها في السوق فجبتها. ودي خضرة هي، بقدونس، كزبرة، تبقى الحاجة عندك عاوز تعملي اي حاجة. محشي انتوا عارفين جايبة البقدونس عشان المحشي ان شاء الله. اهي دي الخضرة. ودي والشطة ب10 جنيه، الشطة الخضرا جايباها بقى اهي. وده ايه، ده كيس برتقال سكري وكيس برتقال بصورة. يبقى الفاكهة بتاعتنا كانت عبارة عن سفندي وبرتقال بصورة وبرتقال سكري. ودي ايه، ده ليمون. الليمون كان هناك ال3/4 ب10 اهو. ال3/4 ب10 جنيه ماشي. وده ربع عدس، العدس في السوق كان حلو. ده الربع 12 جنيه. ودي الكوسة، دي الكيلو وربع ب10 جنيه. دي جبت ب10. ودي ايه، ودي بسارية يا جماعة هي. انا جبت كيلو. اما نشوف احنا هنعملها صينية ولا نشويها. نشوف الجماعة ايه عايزينها هنا ايه بالظبط. هسألهم وهنضفها وهعملها معاكم برضه عشان اقول لكم على طريقتنا فيها. بس يبقى لها ريحه مميزه كده. مع انها السنه دي ما كبرتش، صغيره. يعني هي السنه دي غاليه ومش كتير، وقال لما بتظهر. البسله دي 25 جنيه. وده معايا الخيار سعره حلو النهارده اهو. الخيار كيلو ونص ب10 جنيه، صوابع حلوه اهو. هو مفيش حاجه رخيصه في السوق الا الخيار كيلو ونص ب10 والبرتقال ب5 جنيه.
انما الطماطم غاليه، الطماطم غاليه، الطماطم على 8 جنيه، وفي ناس بيبيعوها برضو هناك ب10 جنيه. اهي يا جماعه، بس هي طماطم حلوه بس غاليه. اهي جامده وحمرا، ومعايا بطاطس، دي طماطم برضو، ودي بطاطس. البطاطس دي لوحدها هي بطاطس حلوه زبونتها من نضيفه ب8 برضو. بس الراجل دي بتبقى حاجته شوف بسم الله ما شاء الله. بطاطس لوحدها حلوه هي. وده بتنجان، بتنجان الاسمر اهو، كيلو ونص ب10 برضو. ومعايا دي جزر، دي جزر بقى يا جماعه، جزر جميل، جزر ب5 جنيه. بس صراحه جزر كراميلا وحلو واحمر وحلو، والجزر دلوقتي مش بيبقى حلو وطري ليه؟ لان موسمه خلاص. هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. انا بقى ان شاء الله هنكمل الفيديو بايه، هنعمل البسارية مع بعض. خليكم معانا عشان تشوفوا طريقتنا فيه. اول حاجه احنا بنمسكها كده ننضفها، نروح منضفينها ازاي عشان الفيديو ما يطولش. هنضفها انا مع نفسي اهو، بنفصل الراس كده اهو يا جماعه اهو اهو. تيجي بقى انت تاكلي تبقى ايه، تاخدي الواحده بوحدتها كده اهو. دول اللي نضفتهم اهو. بنفصل الراس، نمسك الراس كده نفصلها اهو. ده تنظيف البسارية. هنضف كله بنفس الطريقه، واقول لكم الطريقه بتاعتنا بالظبط في عمايلها. انا هعملها صينيه في الفرن باذن الله، تبقى كده بالتتبيله جميله. الصينيه دي خطيره، انا عارفه ان انتوا هتجربوها بعد ما اعملها على طول. كده حبايب قلبي بعد ما نضفت البسارية كويس جدا كده يا حبايب قلبي بعد ما حطينا البسارية بقى على المصفى تصفي، وحطيت تحت منها طبق عشان اي سوائل تنزل منها. ودلوقتي انا هجهز لها عما تصفي ميتها. هنعمل لها ايه، بنعملها ازاي؟ هي المسقعه لها 3 طرق. لا اله الا الله البسارية، لا اله الا الله محمد رسول الله. البسارية لها 3 طرق. اول طريقه ان انت تلفيها في رده او في دقيق، ونرصها واحده جنب واحده في صينيه كده. والصينيه دي ايه، نكون ايه حاطين فيها فرشينها زيت، فرشه زيت كده من على وش البسارية ومن في ارضيه البسارية، وبنحطها في الفرن. وبعد ما بتطلع بنكون محضر لها دقه اللي هي توم وكمون وليمون وكزبره وخلاص، ورشاشها عليه فور خروجها من الفرن، ونروح مغطين عليها عشان تفضل طريه. تاني طريقه بروح جايبين فلفل وشطه زي دي وطماطم وتوم وكزبره وكمون وحاجات من دي، ونمسك الطماطم دي نقطعها هي والفلفل زي السلطه حتت صغيره، وكزبره نقطعها عليهم برضو. وروح جايين فرشين الصينيه حاطين فيها البسارية، ومرششين عليها ايه الخلطه دي اللي متقطعه زي السلطه، اللي هي عباره عن توم وليمون وكمون وكله، بس بنقطعها حتت صغيره. دي طريقه. بس الطماطم كمنك بتكون مقطعاها، بتروح منزله ميه في ارضيه في البسارية فبتغيب عما بتستوي. تالت طريقه بقى وانا هعمل بها دلوقتي اللي هي ايه، بنروح ماسكين قرن شط احمر زي ده جميل وطماطمتين من دولي، ونضربهم في الخلاط ونضرب معاهم التومه، ونروح ايه مدين الطماطم مع الشطه المضروبه مع التومه غلوتين على البوتاجاز، نقصرها شويه يعني، نسبكها شويه يعني، وبعدين نحط عليها ملحها وكمونها. هي بتاخدش الا كمون، السمك بيحب الكمون. وبعدين نروح حاطين ايه دي بقى الطريقه اللي انا هعتمدها معاكم الوقت وهوريها لكم. مش هقول بقى لان انا هعملها عملي، خليكم على الطريقه دي جميله. وصينيه البسارية دي حلوه، هنعمل بقى غدا النهارده جنب بقى شويه رز، اي حاجه بتبقى اكله حلوه. وهي اصلا السنه دي ما جبناهاش كتير لان هي مش عارفه ما بتكبرش ليه، صغيره برضه. هنا حبايبي قطعت الطماطم مع القرن الفلفل الاحمر، بيخلي اللون الطماطم احمر قوي، والدلو والفلفل الاحمر برضو بيدي ريحه جميله. وهنا نحط الكمون في شفشه الخلاط، وهنحط التومه، دول هيتضربوا مع بعض. وهحط معلقه زيت نحروها على البوتاجاز كده. بقى احنا حله صغيره زي دي كده هحط فيها معلقه زيت، وبعدين هننزل بالخليط اللي احنا ضربناه يبتدي يتسبك معانا. بقى هو فيه كل حاجه ما عدا الملح، هحطه بقى كمان شويه كده يا جماعه. هحط شويه ملح، بالراعي ما نحطش ملح كتير ليه، لان انتوا ممكن تحطوا ليمونه 2، هي الاكله بتحب الليمون. وهنحط نقطه خل نخلي يبقى طعمه جميل برضو اهو كده يا حبايب قلبي. البسارية بتاعتنا هي
انا كنت غسلاها ومنضفه. شوفوا بيضه وجميله ازاي، تغسلها غسيل كويس وحطيتها على مصفى تصفي عشان تبقى ايه ناشفه وحلوه كده. ودي الخضره دي شويه من الشوشه بتاع ربطه الكزبره اللي هما الورق مش العيدان. العيدان انا رميتها ودي الورقيه خرطته ناعم كده. وده ليمونه عملتها سلايس كده عشان ايه نحطها على وش الصينيه. ودي ليمونه انا قسمها 2 عشان هنعصرها. ودي الصينيه اللي انا هعمل فيها. ودي الصلصه اهي، الصلصه اللي كانت ضربها في الخلاط اللي كانت عباره عن توم وتوم وكمون وقرن فلفل احمر وطماطم اهو. وكنت عايزاها تقيله بالشكل ده كده لان احنا مش عايزينها خفيفه عشان اصلا البسله بتبقى تنزل مع عشان تبقى ناشفه وحلوه لازم نسبكها كده. ورحت رايحه على البوتاجاز حاطه معلقه زيت وحطيت المقادير اللي كانت مضروبه في الخلاط دي سبكتها شويه. بعد ما سبكت حطيت معلقه خل واحده بتفرق في الطعم. الخل والليمون في البسله بيخليها جميله بيخلي الطعم يروح في حته تانية. وحطيت ملح واحنا بنحط ملح الراعي ان احنا بنحط ليمون والليمون حامض يا جماعه عشان ما تبقاش حادقه قوي. بنحط ملح بسيط مع الليمونه. دلوقتي انا هحطه في الصينيه. هنعمل ازاي بقى؟ بنروح واخدين طبقه من الصلصه دي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طبقه كده نفردها في الارضيه عشان البسارية تبقى شاربه من فوق ومن تحت يا جماعه اهو. بنفرد طبقه من الصلصه اهو وبعدين ننزل بالبسارية بتاعتنا اهو اهي كده يا جماعه. الصينيه دي روعه وجميله. وممكن بقى بطريقه تانية انت ترصها واحده جنب واحده تلفها في رد او في دقيق وتدهنها زيت تحطها في الفرن وهي طالعه ايه تحط عليها دقه وخلاص. بس صراحه الخلطه دي جباره. وبعدين بنروح نازلين بالكزبره الخضراء. يا سلام شو المنظر روعه اهو. نروح نازلين بعصير الليمون. الليمونه دي منزوع منها البذر. السمك عامه بيحب الليمون نعصر. تخيلي بقى اما المقادير دي كلها بتخليها جميله. وننزل بقى بالطبقه دي الصلصه اللي فوق. هفرد بقى على الفوق وندخلها الفرن وبعد ما تستوي هوريها لكم عشان الفيديو ما يطولش عليه. كده ده الشكل النهائي للصينيه البسارية بعد ما حطيت شرايح الليمون. هدخلها على الفرن بقى بعد ما تستوي هوريها لكم. كده يا حبايبي دي صينيه البسارية بعد ما طلعت من الفرن جميله جدا. يا رب تعجبكم. وده كان فيديونا النهارده. رحنا السوق وجبنا الخضار والفاكهه بتاع الاسبوع وجبنا بسارية لقيناها حلوه في السوق فعملنا احلى صينيه بسارية. اتفضلوا معانا. يا رب الفيديو يعجبكم. يا رب ينول على اعجابكم. ويا ريت اللي يعجبوا الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش بدعم لايك والاشتراك. وصلوا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.